كان يا مكان كان في قرية صغيرة اسمها وادي الأمان. كان عايش فيها راجل طيب اسمه جحا ابن مالك. راجل بسيط وعنده بقرة اسمها بركة بتدي لبن طعمه حلو. وكان بيعيش هو ومراته أم يوسف في بيت متواضع لكن مليان حب. في يوم من الأيام وهو رايح السوق سمع أنين ورا شجرة زيتون. قرب يشوف لقى راجل كبير واقع على الأرض وبيئن من الوجع. قال له جحا بخوف: مالك يا عمي؟ قال له الراجل: وقعت من على حماري ووجع ظهري ومش قادر أتحرك. الراجل ده كان اسمه أبو شح ابن قارون، وكان معروف ببخله في البلاد اللي حوالين القرية. بس جحا ما كانش يعرفه. جحا رقله وساعده ورجعه بيته عشان يرتاح، رغم إن مراته حست إن في حاجة مش مريحة في الضيف ده. مرت كام يوم وجحا لاحظ إن أبو شح بياكل قليل قوي وبيخبي بواقي الأكل التانية في جيوبه. وفي اليوم التالت قال له: يا جحا، أنا عايز أرد جميلك. أنا أعرف مكان فيه كنز مدفون، لو ساعدتني نطلعه هاخد نص وأنت تاخد النص التاني. طبعا جحا اتحمس جدا، ورغم تحذيرات مراته راح معاه في تاني يوم الصبح. وصلوا للصحراء وبدأ جحا يحفر بجهد وأبو شح قاعد في الظل يتفرج. وفجأة الفاس خبط في حاجة صلبة، طلع صندوق مليان دهب وجواهر. لكن لما جحا قال: يلا نقسمه زي ما اتفقنا، أبو شح قال له بخبث: ده كنز جدي وأنا نسيت أقولك، بس خد لك قطعتين دهب مكافأة. جحا اتصدم طبعا، وقبل ما يرد وصل فرسان الحراسة الملكية وشافوا الصندوق، وقال القائد: دي نقوش ملكية، الكنز ده ملك للدولة. خدوا الاتنين القاضي حكيم ابن راشد وبدأت المحاكمة. جحا قال الصدق وحكى كل اللي حصل، أما أبو شح حاول يكذب ويخلي جحا يشهد معاه زور. لكن القاضي كان حكيم، وبعد ما فحصوا الصندوق اتأكدوا إن هو كنز ملكي فعلا. القاضي قال: الكنز ده يرجع لبيت المال، لكن يا جحا صدقك ده يستحق مكافأة من الذهب. جحا فرح قوي، وأبو شح اتغرم وتعاقد بالخدمة في القصر شهر كامل بدون أجر. بعدها بفترة قابلهم تاجر محترم اسمه فضل الله ابن يعقوب. أعجب بصدق جحا وذكاء أبو شح، فعرض عليهم يشتغلوا معاه في القافلة التجارية. جحا وافق فورا، وأبو شح وافق بعد تردد. في الرحلة رجع الطمع يغلب أبو شح تاني، ولما حاول يسرق التاجر مع لص اسمه سالم، جحا كشف المؤامرة وأنقذ القافلة. فضل الله قال له: أنت راجل أمين يا جحا، من النهاردة أنت شريكي. وطرد أبو شح من القافلة. مرت الأيام وسمعوا إن أبو شح اتسجن في بغداد بعد ما حاول ينتقم واتهمهم ظلم، لكن ربنا دايما بينصر الصادقين. خرج أبو شح بعد سنة مكسور ومتغير، وفي يوم برد راح بيت جحا وهو جعان وتعبان، ولما فتح له جحا الباب اتفاجئ بيه. أبو شح قال بصوت مكسور: أنا غلطت فيك يا جحا، بس اتعلمت الدرس، الطمع والبخل دمروني. جحا ابتسم وقال له: اللي بيتوب ربنا بيغفر له وبيبدأ صفحة جديدة. ومن اليوم ده بدأ أبو شح حياة جديدة، اشتغل عند فضل الله بأمانة وبقى مثل في الصدق بعد ما كان مثل في البخل. في النهاية القصة دي بتعلمنا إن الطمع عمره ما جاب خير، وإن الصدق حتى لو وجع في الأول دايما بيكسب في الآخر. وساعتها الناس فهمت إن جحا مش بيقول كلام وخلاص،